ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم في فيديو جديد، فيديو النهارده عن قضيه فندق فيرمونت. طبعا كلنا عارفين ان الموضوع كبير جدا وكل يوم بتظهر تسريبات جديده في الموضوع ده، ولكن التسريبات والفيديوهات اللي معانا النهارده هتقلب مسار القضيه 360 درجه، وهتثبت ان الضحيه بتاعت فندق فيرمونت ما كانتش ضحيه ولا حاجه، وان الناس دول اغتصبوها بمزاجها. وهتثبت كمان ان نازلي مصطفى كريم بنت الفنانه نهى العمروسي سحقيه وبتمارس الشذوذ الجنسي، وكانت بتمارسه كمان مع الضحيه بتاعت فندق فيرمونت. فيديو النهارده يا جدعان عن قضيه فندق فيرمونت. طبعا اللي ما يعرفش القضيه دي، كانت قضيه في 2014 فتاه تم اغتصابها في فندق اسمه فيرمونت نايل سيتي من قبل 7 اشخاص، وتناوبوا عليها وتم تصويرها وكتابه اسمائهم على مناطق حساسه في جسدها. الموضوع اتقفل في 2014 ولكن اشتعل في 2020 بسبب فتاه اسمها نازلي مصطفى كريم بنت الفنانه نهى العمروسي. وتتوالى الاحداث. لو عايز تعرف الموضوع كامل هتلاقيني سايب لك فيديوهات في شاشه النهايه، وهتظهر لك فيديوهات هنا برضه، خش شوفها بالتسلسل كده عشان تفهم الموضوع كله وارجع كمل فرجه. طبعا كلنا عارفين ان الضحيه بتاعت فندق فيرمونت كانت بتقول ان هي تم اغتصابها من 7 اشخاص، وان هم تناوبوا عليها، وفي منهم اللي هرب بره مصر وفي منهم اللي اتقبض عليه. فدلوقتي احنا مؤكد عندنا ان هم 7 اشخاص او اكتر من 7 اشخاص كمان، ولكن بيظهر تسريب صوتي المفروض ان هو الضحيه بتاعت فندق فيرمونت بتقول عكس الكلام ده تماما. فتعالى نسمع التسريب الصوتي ده ونرجع نكمل كلام. مرة واحدة أنا مستعدة قدامك أقف قدام الأوضة دي أقول له أنا رحت الأوضة بريكي، شربت بريكي، أخدت مخدرات تانية بمزاجي. لو في عقوبة على الكلام ده عاقبني، أنا بأكد الكلام ده، عاقبني على الكلام ده، بس اديلهم إعدام. أنا معاك لحد الآخر. اللي عايز يقول كده كسهم، اللي عايز يقول إن أنا كنت غلطان أنا غلطان، ماشي أنا غلطانة عشان بشرب عشان بعمل، بس ده ما يديش أي حق ل4 أشخاص إن هم يعرفوا. مش هقول كده، بس انا بقول لك عمري ما هقول كده. انا عمري ما هقول كده، انا عارفه هقول، بس انا بقول لك ده ردي على اي حد في عقاب. انت هتسمع في الريكورد او التسريب الصوتي ان هي بتقول ده مش مبرر ان 4 اشخاص يغتصبوني وانا خدت المخدر التاني بمزاجي والكلام ده. فاحنا عندنا نقط عمياء كتير جدا هنا، ان هم ازاي هي بتقول 4 اشخاص وان هو مظبوط او تم عمل ابلاغ في 7 اشخاص، وال7 اشخاص هربوا اساسا بره مصر، في منهم اللي اتقبض عليه. فاحنا دلوقتي متاكدين ان دول مش 4 اشخاص. وطبعا كلنا عارفين ان الناس اللي ضميرهم او اللي ضميرهم عادي ممكن يخليهم ينشروا اشاعات وينشروا اكاذيب حوالين موضوع زي ده في سبيل ان هم يعملوا بروباجندا ويجيبوا مشاهدات ولايكات وشيرات والكلام ده كله، ان هم ممكن يزيفوا خبر زي ده، يجيبوا اي واحده تقول اي كلمتين زي اللي احنا سمعناهم دول ويدوها اي مبلغ مالي عشان يعملوا فيديو ويعمل ضجه. ولكن دلوقتي خلينا نقول ان انا كشهاب ما استبعدش من متهمه او ضحيه زي ضحيه فيرمونت ان هم على حسب الكلام اللي اتنشر على السوشيال ميديا كانت بتشارك في حفلات شذوذ جنسي وحفلات تعاطي مخدرات وحفلات جنس جماعي. ما استبعدش ان هي تقول كلام زي ده وان هم يكونوا 4 اشخاص والباقي دول مظالم مثلا، ليه لا؟ ونازلي مصطفى كريم بعد ما تم القبض عليها 4 ايام على ذمه التحقيق بعد ما اكتشفوا ان هي كانت متزوجه من احد المتهمين في اغتصاب فتاه فيرمونت، في اسباب القبض عليها كان موجود ان هي بتروج للشذوذ الجنسي وتعاطي مخدرات وحاجات كتيره كده. فظهر فيديو بيقولوا ان نازلي مصطفى كريم بنت الفنانه نهى العمروسي بتمارس الشذوذ الجنسي مع الفتاه بتاعت فندق فيرمونت. والفيديو غريب جدا، فيديو يستمر لمدة 2 و15 ثانية، من أقذر الأشياء اللي أنت ممكن تشوفها. فتعالى هعرض لكم حتة من الفيديو ونرجع نكمل كلام سوا. انت بعد ما شفت اللقطه دي من الفيديو انا بعتذر ان انا مش هقدر اعرض لك حاجه قبل ما يكون احتراما لقوانين اليوتيوب، ده هيكون احتراما للمشاهدين. انا عارف ان بيتفرج عليا اطفال صغيرين والناس كبيره وستات بيوت وده هيكون خدش لحقيقهم، فانا بعتذر ان انا مش هقدر اعرضه، ولكن هوريك وشوشهم كده او وجوههم في سكرينات
عشان نثبت الكلام اللي احنا بنقوله. يعني انا ما اعتقدش ان دول اصلا نازلي مصطفى كريم ولا دي الفتاة بتاعت فندق فيرمونت. اولا لان الفتاة بتاعت فندق فيرمونت لسه محدش اتعرف عليها لحد دلوقتي، فلو الفيديو ده كان ليها كانوا هيتعرفوا عليها بشكل سريع. وان الفيديو جودته قليله ما نقدرش نحكم منه هي دي نازلي ولا مش نازلي، وخاصه ان الزاويه من بعيد فانت مش هتقدر تشوف وشوشهم بشكل واضح نهائيا. وبرضه الناس بتقول ان ده كان في فندق فيرمونت نايل سيتي، وانا ما اعتقدش ان الغرفه اللي هم فيها دي بالمنظر ده ان دي هتبقى غرفه في فندق. دي غرفه في بيت بسيط جدا، قول بيت متوسط حتى، لان الغرفه دي مش هتبقى في فندق الليله فيه ب10,000 وب20,000 جنيه. الايام هتتوالى ولسه الاحداث هتكتر ولسه التسريبات هتزيد، وهنعرف الحق فين والباطل فين، وعاجلا ام اجلا هيتم الحكم في القضيه دي وهنعرف مين كان صح ومين كان غلط. بس كده ده كان فيديو النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبك، اعمل لايك وسبسكرايب، اعمل شير للفيديو لو حابب، وعرفني رايك في كومنت. وبس كده يا جدعان، سلام.